السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. النهاردة بقى فيديو جديد واول مرة نعمله على القناة، وحاجة جديدة كده، وحاجة سهلة بصراحة بنشتريها بمبالغ غالية، ولكنها بتتعمل في البيت بكل سهولة، وحاجة بقى نضيفة وعلى ايدينا، وحاجة مفيش احلى من كده ولا اطعم من كده. النهاردة بقى هنعمل مع بعض الزبيب. شايفين العنب اللي هو الأحمر ده، الكريز ده، هنعمل منه الزبيب الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الزبيب اللي هو الغامق ده بيبقى أغلى من الزبيب اللي بيتعمل من العنب اللي هو الأخضر. أنا النهاردة هعمل بالعنب الأحمر، لأن العنب الأخضر يعني نزل السنة دي كده ايه، ما كانش كتير كده زي العنب الأحمر. يعني من أول ما طلع العنب الأحمر لعند دلوقتي وما زال مستمر، بيفضل يعني العنب موسمه بيفضل تقريبا لغاية شهر 11 حاجة زي كده. انما الاخضر ده يا دوبك طلع مفيش كام سوق كده وبعد كده اختفى تاني. آم، طبعا الاحمر ده بيبقى اغلى اساسا من الزبيب اللي هو اللي بيتعمل بالعنب الاخضر، بيبقى اغلى من الاصفر. بس ايا كان الطريقة دي او ديت، الاتنين بيتعملوا بنفس الطريقة سواء النوع ده او ده. بس حبايبي الحلوين كده، قبل ما ندخل في اي حاجة ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ثانيا حطوا له لايك جميل للفيديو، واللي مشتركش معايا في القناه فضلا وليس امرا يضغط على كلمه اشتراك اللي تحت الفيديو ويفعل زر الجرس عشان يوصله اشعار بكل فيديو جديد ننزله، عشان ما يفوتناش حاجه. الاول خدنا العنب غسلناه، وهقعد كده فرطه، وحله ميه كده حطيتها على النار، حطيت فيها شويه صغيرين من الكربوناتو وملح ليمون، طبعا على حسب الكميه اللي احنا هنعملها. انتوا شفتوا انا حاطه ملح ليمون قد ايه وكربوناته قد ايه. وحطيت بس معلقه زيت، معلقه زيت طعام. بس هنا بقى العنب كنت غسلته وفرطته، وخلاص كده ايه المية يا دوبك كده اما تبدأ ان هي تنمل كده، تعمل حبيبات كده صغيرة هتقوم للغليان، نقوم منزلين فيها العنب على طول. طبعا احنا حطينا يا جماعة الكربوناتو اللي هي بتاعة الطعمية اللي بتبقى تتحط على الطعمية، وملح ليمون، ومعلقة زيت. الزيت ده بس علشان يغلف العنباية كده، اللي هو ما يخليهاش تلزق في التانية، ده لما نيجي ننشفه او ننشره في الشمس. بس كده يا دوبك مفيش دقيقتين، يعني المية ما تغليش عليه كمان، او يا دوبك هي نص غلوة. انتوا لما تبدأوا تحطوه كده هتحس انه ان اللون بتاعه افتح شوية، وحباية العنب تحس ان هي ايه، اتنفخت، تحسها ايه نفخت كده، والحباية لونها افتحها حب. لو هنعمل برضو من العنب اللي هو الاصفر، هتشوفوا النتيجة اوضح كمان عن العنب ده. سواء معانا العنب الاخضر او العنب الاحمر، الاتنين يا جماعه بيتعاملوا بنفس الطريقه، بس اللي كان موجود عندي الوقت اللي هو الاحمر ده كان شويه كده متبقيين، وقلت لا مش هيتاكلوا خساره هيبوظوا، تعالوا أما اعمل بكم زبيب. وبصراحه انا عملت الزبيب ده السنه اللي فاتت، يعني ما شاء الله كان جميل قوي، كنت عامله اخضر واحمر يعني. بس كده يعني ايه، لونه بدأ يفتح سنه والحبايه نفخت كده. انا مش هسيبه يغلي، مفيش يا دوبك دقيقة في المية، وننشله كده بالمصفى، صفي كده كويس. انا ولا هحط بقى في مية ساقعة بتلج، ولا هحط في اي حاجة. هو زي ما انتوا شفتوا كده، طلعته كده بالمصفى، نطلع كده كويس، ما نسيبش ولا واحدة. طبعا يا جماعة متنسوش بقى ايه الاشتراك في القناة، لو فوتوا كده او نسيتوا تشتركوا معايا في القناة فضلا وليس امرا. عايزين القناة توصل لاكبر عدد من المشتركين، وحبايبي بقى المشتركين معايا متنسوش بقى اللايك الجميل والشير، و انتوا فاهمين بقى، ظبطوا الدنيا. هنا بقى ايه، بعد ما خلاص طلعته صفيت من عليه المية كويس قوي، انا طلعته من بالمصفى اللي هي السلك دي في قلب مصفى كمان. وبعدين فردت منديل على الصينية دي، وهنبدأ ان احنا نفرد العنب اللي معانا ده. بصوا طريقته سهلة جدا جدا. انا كنت مفكرة يعني ان الزبيب ده شغلانة، هي طريقة سهلة جدا، ومفيش فيها اي افتكاسات ولا اي اختراعات ولا اي حاجة يعني. بصراحة هما كانوا هيبوظوا هيترموا، قلت لا خسارة. فزي ما انتم شايفين كده هنعمل بيهم كمية محترمة هتقضينا لطول السنة، ولا نشتري ولا نتعب في نفسنا. طبعا الزبيب والحاجات دي بتبقى في رمضان بتبقى غالية، وانتوا فاهمين بقى.
فالمهم بقى فردتها كده كويس، ما يبقاش في حباية فوق التانية، فردته كده كويس. هو طبعا كانوا شوية محدودين والصينية محكومة يا دوبك على قدهم. حطيته بس كده ايه شوية قدام المروحة على ما برد، وطلعته بره في الشمس. انا كنت عاملاه بالليل فحطيته كده آه قدام المروحة لغاية ما برد. وتاني يوم الصبح كده الشمس بدأت تطلع عندي، المنشر هنا في البلكونة الشمس جاية عليه، وحطيت بقى العنب عليه. هنا بقى الستاير احاول ان انا ايه اشدها كده شوية وشوية علشان بس تدخلي شمس على الصينية على طول. هيفضل بقى معانا يومين 3 4 اكتر اقل لغاية ما ينشف معانا ويبقى شكله شكل الجاهز بالظبط. انا هسيبه كده وهرجع لكم. هو فضل معايا تقريبا 4 ايام. شايفين دبل بقى بالشكل ده. يعني إيه كل يوم بص عليه وقلبيه، يعني ايدك فيه برضو، مش انت تسيبيه بقى وخلاص. لقيت حباية مش حلوة، حباية بايظة، يعني ايه قلبي فيه برضو، بحيث ان هو ايه الشمس تطوله من الجهة دي ومن الجهة دي، يعني كل يوم قلبي فيه. شايفين ما شاء الله. هو كان في حباية كبيرة وحباية صغيرة. في يعني انا لقيت فيه نشف، وفي حسيت ان هو طري شويه. شايفين الصغيره دي هي اللي كانت ناشفه وبقت حلوه معانا، انما اللي هي الكبيره دي كنت حاسه ان هي ايه قلبها طري شويه. فعادي بقى سبتها كمان يوم. ممكن ان احنا نطلع اللي نشف ده ونسيب اللي هو الكبير ده لغايه ما ينشف معانا. شايفين هنا ما شاء الله حاجه جميله، حاجه يعني انا عن نفسي انا بحب اكله كده بصراحه، من غير ما يتحط في حاجه. شايفين بقى من العنقود الحلو الكيوت الجميل ده عملنا طبق جميل ازاي من نفس النوع العنب ده. اللي حابب يعمل بالعنب اللي هو الاخضر مفيش مشكله، هي النتيجه. وبس كده فيديو النهارده خلص. يا رب تكونوا استفدتوا. حاجه جميله وحاجه سهله وحاجه موفره عليكم وحاجه نظيفه ومضمونه معموله في البيت، ما يعني ما كلفتناش اي حاجه. ان شاء الله بقى نتعلم مع بعض افكار تانية كتير. واشوفكم على خير. ما تنسوش اللايك والاشتراك. استنوني في فيديوهات تانية جديده. اشوفكم على خير. مع الف سلامه.